حبيت اسوي لكم شيء مختلف بما انه اليوم جمعه وما عندي شغل، فقررت اسوي لكم فلوج. راح اشوفكم المناطق اللي اكثر بها بوقت فراغي، وراح نحكي لكم عن محتوى القناه وفكره القناه اللي راح نبلش فيها بالايام الجايه. هاي قاعه الحديد اللي راح اشارك فيها بعد فتره، اتمنى تكون واضحه. بديت الطلعه مالتي حاليا من شارع الداخل متجه الى ساحه مظفر، وننتقل الى شارع فلسطين، وننهي الرحله مالتنا ان شاء الله. لو نروح قاعة بلاي لو نشوف شي نسوي، ناخذ نفس المطعم او شي ثاني. اكثر شيء اكرهه انه اصور فلوجات بوقت الصيف، وخصوصا داخل العراق. الحراره يا جماعه لا تطاق. هسه حاليا اعتقد عابره ال 42 او اكثر، والساعه هسه حاليا في 5 العصر، يعني بقى تقريبا اقل ساعه او ساعه وشويه تصير الدنيا ليل. حراره كلش عاليه. هاي ساحه زمزم، يا ما لعبنا طوبه هنا انا وجماعتي قبل، مو هسه، صار لي تقريبا من 2019 لحد الان ما داخل ساحه ولا لازم طوبه. كلش ساحه حلوه ومرتبه. هذا فلوج تجريبي، ان شاء الله راح يكون انطلاقه بالايام الجايه. الاشياء اللي راح نسويها راح تكون بشكل خرافي. حاليا من خلال هذا الفلوج قاعد اجرب الصوت والصوره والدقه كذلك، لا، هي هاي الفيديو اللي راح ينزل بعد هذا الفيديو راح يكون هو الانطلاقه الرئيسيه. يعني منا وغادي انتظروا اشياء اسطوريه راح تجيكم داخل القناه. اكثر شيء خطا سويته خلال هاي الرحله انه انا ما جبت باور بانك وما جبت الجهاز التبريد، لان الجهاز مالتي صار حرارته كلش عاليه، اعتقد على اي لحظه يطفى. هذا المكان هو انطلاقه لمدينه الصدر، المكان اللي انا اسكن به. طبعا اخذت ريست صغير هنا لان الجو كلش حار يعني، وتعبنا من المشي والمسافه. المكان اللي شفتوه هسه انطلاقا لمدينه الصدر، هذا المكان اللي انا اعيش به. راح تشوفون الاماكن اللي صورتها قبل شويه الصبح وشلون تكون شكلها بالليل. بالليل يكون شكلها كلش راقي وحلو، بس المشكله الوحيده راح تكون الاضاءه مو كلش قويه. ان شاء الله بالمستقبل نطور معدات التصوير ونقدر نطور لكم الجوده مال الصوره والصوت. اللي راح ناخذ هسه يحتاج نشرب عصير او نشرب مي او اي شيء ثاني لحد ما شويه الجو يكسر وتصير الشمس خفيفه، حتى نكمل لكم التصوير باقي الاماكن. بطل مي احسن من العصير والمشروبات الغازيه. هذا المكان فترة من الفترات كان هو المكان اللي أدرس فيه السادس إعدادي، وهو ما شاء الله طلع الدور ثاني. يب، هاي مداخل مدينة الصدر. من أنا وغادي تلقون شارع فلسطين، من أنا شارع الشوادر، آه ومن هنا بداية شارع الداخل اللي يوديكم على مناطق الداخل اللي هي قطاعات واحد واثنين وثلاثة وكذا. يب، نكمل رحلتنا هسه ونتجه لشارع فلسطين. راح نشوفكم الأماكن اللي أنا أحب أختار بها دائما، وننهي رحلتنا نلعب لو بلاي ونروح مطعم. أحد الأماكن الجميلة اللي موجودة داخل بغداد، حديقة جنن ما شاء الله.
انا علاء من بغداد، وصانع محتوى جديد ان شاء الله. راح من بغداد راح انقل لكم صوره حلوه عن العراق وعن بلدي من خلال الفلوجات اللي راح اسويها داخل العراق وداخل بغداد تحديدا. صانع محتوى مبتدئ، راح احاول ان انا اجيبكم بشكل افضل وافضل، والفيديوهات اللي راح اقدمها راح تم بها بشكل مميز. وهذا الفلوج راح يكون مجرد فيديو تجريبي. ان شاء الله الفيديو اللي راح ينزل بعد هذا الفيديو راح يكون هو الانطلاقه للمحتوى الاصلي اللي راح اقدمه. وبهذا الفيديو التجريبي راح اقدم لكم بعض الاماكن اللي احب ازورها داخل بغداد، واللي احسها انا بها روحيه اكثر. وصلنا شارع فلسطين قاعد اتمشى حاليا لحد ما نوصل للمكان اللي احب دائما اقعد فيه، اللي راح نروح لشباب اذا تيهون على من بغداد تلقونه بهذا المكان. ما اعرف سبحان الله احب اقعد في هذا المكان، واحب افكر، احب بالمحتوى طبعا، افكر بصناعه المحتوى. وهذا المكان تجيني الافكار كلها. وهم اخذت لي فتره من الفترات انه اقعد بهذا المكان واراجع الكتب مالتي حتى ادرس بشكل زين. هذا المكان اللي هو جو الجسر، هذا المكان اللي احب اقعد فيه دائما، جو الجسر اللي موجود قرب صالون نريده بشارع فلسطين. طبعا ما قدرت اصور لكم الشكل المكان اللي كنت اقعد فيه جو الجسر مال صالون نريده، لان كانت اكو هواي سيارات وصوت كلش مزعج. انتقلنا للمكان اللي بعده اللي هو الحديقه اللي تصير خلف صالون نريده. هذا المكان كلش احبه وكلش فيه ذكريات الي حلوه. ومكان فارغ نوعا ما، فاحب اجلس وافكر فيه واقرا كتبي اذا كانت عندي مدرسه وبس. المكان اللي بعده اللي هو انه نروح نلعب بلاي، قفلت على البلاي. بعد ما خلصنا رحلتنا والجوله اللي كنا نفتر بيها داخل منطقتي، راح نروح نلعب بلاي. شفنا مكان نلعب فيه بلاي، شفنا لعبه حلوه. صراحه انا ما اعرف البلاي هوايه، بس قلت خلينا نسوي شيء جديد ونجرب انه نلعب بلاي. لليوم ان شاء الله راح تنتظرونا فيديوهات ثانيه راح تكون افضل من هذا اللي قاعد تشوفونه. راح تكون افكار اقوى، وراح تكون دقه احسن، واشياء جديده، وطريقه تصوير احترافيه اكثر.